شنو غادي يكون رد فعلك الا قلت ليك ان اكبر عدو ديالك ماشي هي الظروف وماشي الناس، بل العادات الصغيره اللي كتكررها كل نهار؟ يمكن كتقول انا باغي نتبع، لكن السؤال الحقيقي هو واش كتعرف كيفاش الدماغ ديالك كيصنع الشخصيه ديالك. الحقيقه الصادمه واللي خاصك تعرف هي ان شخصيتك الحاليه اللي عندك ماشي واحد القدر مكتوب عليك، وانما هي مجرد مجموعه ديال السلوكات تكررات آلاف المرات. ولكن الخبر الزوين هو أنه بإمكانك تغييرها كيف ما بغيتي وتولي الشخصية اللي بغيتي. واليوم غادي تعرف كيفاش تبدل هاد السلوكات وبالتالي تبدل حياتك كاملة. أغلب الناس كيحاولوا يتبدلوا بطريقة غلطة، كيقولوا صافي ابتداء من نهار الاثنين غادي نولي شخص جديد، كيشري كتب، كيشوف فيديوهات تحفيزية، كيبدا بقوة، ومن بعد أسبوع كيرجع لنفس العادات. المشكل ماشي في الإرادة، المشكل هو أنهم كيحاولوا يبدلوا النتيجة قبل ما يبدلوا النظام. كل قرار كديرو، كل فكرة، كل تصرف كيزيد يبني النسخة اللي غادي تولي عليها. إلا كنتي كل صباح كتفيق وكتشد الهاتف ساعة كاملة، راه كتدرب دماغك على التشتت، بينما إلا كنتي كل نهار كتقرا 10 صفحات، راه كتدرب دماغك على التعلم. السلوك هو اللي كيخلق الهوية. الدماغ ديالك ما كيبغيش التغيير، ماشي حيت هو ضد النجاح، ولكن حيت كيبغي الأمان والراحة. أي عادة معروفة بالنسبة ليه حتى إلا كانت خايبة كيشوفها آمنة، وهذا الشي علاش كتلقى راسك كترجع لنفس الأخطاء. باش تبدل خاصك تخلي الدماغ ديالك يتأقلم تدريجيا، ماشي تحاول دير كل شي دقة واحدة. ما تحاولش تولي شخص مثالي، حاول غير تكون أحسن ب1% كل يوم. إلا كنتي ما كتقراش نهائيا، بدا بصفحة واحدة. إلا كنتي ما كتمارسش الرياضة، بدا ب5 دقائق يوميا. استمرارية كتربح دائما الحماس. إلا بغيتي توقف الإدمان ديال الهاتف، ما تبقاش كتعتمد على قوة الإرادة. بعد الهاتف من الغرفة، حيد الإشعارات، خلي الكتاب قدامك. البيئة هي اللي كتقرر السلوك قبل الإرادة. خاصنا نوضحوا واحد القضية مهمة، إلا بغيتي فعلا تتغير خاصك تعيش على أساس أنك فعلا تغيرتي. ما تقولش باغي نولي كنقرا، قول أنا شخص كيقرا. ما تقولش باغي نولي رياضي، قول أنا شخص فعلا رياضي. الدماغ كيحاول دائما يخلي الأفعال منسجمة مع الهوية اللي كتآمن بها. النجاح ماشي قرار واحد، النجاح هو آلاف القرارات الصغيرة. كل مرة كتختار فيها الصح كتقوي الشخصية الجديدة، وكل مرة كتستسلم كتقوي الشخصية القديمة. النصيحة اللي غادي نعطيها ليك أخويا ولا أختي هي ما تحاولش تبدل حياتك كاملة في نهار واحد. بدل قرار واحد، عادة واحدة، وفاش تكررها كل يوم غادي تكتشف أن الشخص اللي كنتي باغي توليه كان كيتبنى بصمت، خطوة بخطوة. إلا عجبك الفيديو شاركه مع شخص باغي يبدا حياة جديدة، وخلي لي في التعليقات شنو أول عادة غادي تبدلها ابتداء من اليوم. ودير في بالك دائما التغيير الحقيقي ما كيوقعش في نهار، التغيير كيوقع كل نهار.